نقول لك هذا لك سمو الامير، مباراه مهمه جدا، هي اهم مباريات يمكن الموسم مع الاهلي، تخسر امام الاهلي وانت في منافسه شديده على الدوري. لا، هم في منافسه معي، مو انا في المنافسه معهم، انا الاول. نعم، بس الان تخلص الفارق لنقطتين سمو ما في الامير. مشكله، بس من الاول. النصر. شكرا. طيب باقي 6 مباريات. طيب، بس 6 مباريات ان شاء الله بجيبها كلها باذن الله. بس الاهلي الان ضغط عليكم بعد الفوز عليكم. شوف، انا ما افكر في الفرق الثانيه، انا عندي مباراه مع الاتحاد ابغى اروح واكسبها هناك، وبعدها مباراه اخرى ابغى اروح واكسبها، واللي بعدها ونفس الشيء. طبعا انتم تتمنون انكم تفوزون، بس مو بشيء اكيد، هذه كره قدم سمو الامير. زي اليوم مو شيء اكيد، بعد زي الاهلي مو شيء اكيد، انا ما افكر في الاهلي، افكر في نفسي. لكن الان الضغط ما صار اكبر من اول، لو كان انتم تعادلتوا او فزتوا على الفارق. لو فزت يكون 8 نقاط وتكون مرتاح، لكن حلو المنافسه، خلي عبد اللطيف جميل يستانسون شوي. طيب ليش خسرتوا اليوم سمو الامير؟ التحكيم اول شيء، يعني كيف تجيب حكم سويسري هو المدرب السويسري، يعني 3 بلنتيات وكوره اللي جاء منها البلنتي فاول العمر، الكرة اللي جاء منها الهدف الثاني الفاول حق الفريدي ما هو فاول ابدا. يعني ممكن الحكم يجامل عشان المدرب الاهلي سويسري؟ والله ممكن، ليش لا؟ انت سعودي، ما حد جاملني عشان سعودي؟ سؤال، لو انه في محل عام. اذا في عملي ما راح اجامل احد. في عملك. طب كويس. سمو الامير